أشرف عضواء المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وسلطان السامعي ومحافظ تعز صلاح عبد الرحمن بجاش على صلح قبلي لإنهاء قضية ثأر بين آل الصوفي وآل القاسمي من أبناء حذران والهشمة بمديرية التعزية استمرت 12 عاما وراح ضحيتها 30 قتيلا من الطرفين. وخلال الصلح أعلن أولياء الدم العفو عن الجناه والتنازل عنها لوجه الله وتشريفا للحاضرين واستجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إصلاح ذات البين ومعالجة القضايا المجتمعية. وأشاد الحاضرون بتنازل آل الصوفي وآل القاسمي انطلاقا من حرص الجميع على التسامح والتصالح ولم شمل القبيلة اليمنية في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار.